السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم اصبحت مجتهده هذا الصباح. بغيت نصاوب لكم واحد لاطاغ من فاس غزاله كتجي زوينه بالليمون، مع نيت هذا وقت الليمون وهذا والبيض البلدي والعسل والخميره البلديه. المهم انا غادي نقول لكم هي فيها 3 ديال المراحل. دابا بلا ما نقوي عليكم غادي نوريكم المرحله الاولى، حيت هذه العجينه اللي خصنا نخليوها تخمر، عاد من بعد داكشي اللي غادي نزيدوه فيها من بعد. المهم اول حاجه كنديروا عندنا هنا 4 ديال البيضات. غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا 4 البيضات، غناخذ غير الصفر ديالهم. البيض هو غادي نخليه حيت هو حتى من بعد عاد كنديرو من الفوق ديالها. المهم تشوفوا غناخذ دابا غير الصفر وهذا، وغادي ندربو مع داك العسل والعصير ديال الليمون، الزبده والخميره. المهم نتوما كتشوفوا معايا وصافي. عندي واحد شويه ديال لوزاس الحامض كيجي غزال، هو في لي طاغط بحال هكا اللي فيهم الليمون ولا اللي ما فيهمش الليمون، حيت هو زوين. اللهم نكهو ويلي مشيت رميتها كاع في العقل. اللهم نكهو بشي حاجه اللي فيها اللي طبيعيه، احسن ما نكهو بمواد كيماويه. وكثريه دابا وقت الليمون وقت التشين، اللهم نستافدوا بهم. المهم عندنا هنا 4 ديال البيضات كنضربوهم هكا مزيان. 4 ديال صفار البيض. غادي نزيد عليهم نص كاس ديال العسل على حسب الحلاوه. اللي ما عندوش العسل عنده دبس التمر يدير دبس التمر، اللي ما عندوش مشكل في سنيده يدير كاس ديال سنيده. المهم انا درت العسل باش نيت هي صحيه. غادي نزيد كاس عامر شي شويه ديال الزيت البلديه. المهم ثلث كاس، حنا كنقولوا كاس بكاس ديال العنبه العبار ديال المغاربه ديالنا. عندي كاس ديال عصير الليمون حتى هو كنزيدو. نسيت ما درتش واحد الرشيشه ديال الملح كما كتقول امي الله يرحمها من الشياطين، باش كتزولنا البسوليه غير قداكا. شوفوا قداش لقيتها صافي. كنضربوا هادشي مزيان. وهذيك لوزاس ديال الحامضه وهذا حتى هو كنزيدوه. وهذاك لوزاس ديال الحامض حنا كنعرفوا الحامض راه مزيان حتى هو كيزيد يطلع لنا الخميره، كيزيد زعما يجهد الخميره. غادي نزيد هنايا انا دايره كاس ديال الخميره. نصيحه ما ديروا هذه حتى تكون عندكم خميره مجهده. الا كنتو عاد صاوبتوا الخميره ما ديروش بها لي طاغط وداكشي، حيت راه ما غاديش تطلع لكم. كاس معامرش ديال الخميره البلديه. الخميره البلديه راه مصاوبه بالدقيق الكامل. هانتوما كتشوفوا فيه النخاله طحين. صافي. وهنا كنكملوا بالطحين على حسب الخليط. انا هانتوما معايا كنشوفوا العجينه عاديه ديال الكيك، حيت ما نتوما كتضربوا نتوما كتشوفوا على حسب الطحين، لانه على حسب البيضات واش كبار. حيت الطحين ديال القمح علاش ما كنقولش الزرع، حيت في اكادير الزرع هو الشعير عندهم. دابا انا كنا نبدل الهضره حيت على حسب الناس. كنقول القمح باش كلشي يعرفوا. هما ماشي اكادير كلشي، حيت كاين واحد النسبه ديال الناس الشعير هو كيقولوا له الزرع. نزيد واحد شويه، راه هي هذه كنزيدو غير شي شويه. المهم نتوما كتشوفوها كيك وصافي. راه كلشي تبارك الله حادقات كيعرفوا القوام ديال الكيك. صافي كنضربوا هادشي مزيان. هادشي كيكه كنوجدوها. بغينا كنصاوبوا كيكه، بغينا نمشيو بطاقط، بغينا نمشيو عند واحد اختي حتى هي ساكنه هنا باش نمشي نشوفوها، وقلنا نديوها معنا في يدينا. هي توجد حاجه وحنا حاجه باش هذا. المهم غادي نديروها تخمر
نكبها في هاد. عندنا هنايا واحد الطبسيل المهم على حسب الطبسيل كما بغيتو يكون، واش مدور ولا كاري ولا كما كان. نكبوها هنا وغادي نخليها تخمر. غادي نكبها هنايا ونخليها تخمر. من بعد ما تخمر عاد غادي نقول لكم المرحله الثانيه شنو غادي نديرو فيها. دابا غادي نخليها هنايا واحد الساعه هكاك باش تخمر. ديالنا هي دي خمرات. هانتوما كتشوفوا هاد كحيتي كتشوفوا هاد الفقاعات ديال الهواء طالعين. غادي ندخلها دابا طيب. شعلت الفران 180 درجه من التحت. غادي ندخلها طيب نص ساعه عاده كما الكيك كامل، وان شاء الله نرجع لكم شنو الحشوه اللي غندير فوق منها. الكيكه ديالنا هي طابت. قلنا على 180 درجه كتخليوها نص ساعه ولا اكثر شويه من نص ساعه الا كان الفران بارد صافي. وهنا والكريم اللي غادي ندير فوق منه هي تصابوختي فيها 2 كيسان ديال عسل البرتقال، وعندنا هنا النشا. عسل البرتقال خصو يكون حلو، حنا عندنا حلو تقريبا كاس شويه. ما غاديش نزيد السنيده ولا العسل ولا. المهم انا عندي البرتقال حلو بزاف. عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال العصير البرتقال. اللي بغى طبيعي يختار الليمون. حنا بغينا نخليوه طبيعي هكا. واللي غندير معاه 2 معالق ديال النشا، 2 معالق كبار ديال النشا. غادي نخلط باش النشا ما تبقاش مكوره. تخلطي قبل ما ديري قبل ما نديرو فوق البوطه. دابا غادي نديه لفوق البوطه حتى يرجع لي كريم. فوق النار مهيله غنبقاو نخلطو هكا غير بشويه هو يتعاقد حتى يرجع كريم. تنبقاو نضربو هكا غير باش ما يبقاوش ديك الحبيبات، باش العصير يتجانس مع النشا. غيبقى بشويه بشويه يعقد حتى يرجع كريم. بدا يعقد دابا شويه بشويه، وانتم تتحركوا باش ما يلصقش يتحرق من تحت. صافي هو بدا ينقص شويه. هما شفتوا كيعقد. صافي دابا غادي نديروه فوق الكيكه. صافي فاش كيعقد كيرجع بحال الكريم كنديروه فوق الكيكه ديالنا. نديروه كله كامل. كيبرد كيجمد عليها. المهم تنغطيو لاطاط كلها به. في نفس الوقت هاد الكيكه تكون تتبرد لنا، حنا غنضربوا ديك البيض اللي خليت. صافي هنا عندنا البيض ديال البيض طبقه ثالثه. داك البيض اللي درنا به اللي زولاتو من الصفر اللي فرصاتو. غندير واحد النقطه د الحامض اول شيء فيه، غير 3 نقاط. وغندير واحد رشه ملح هي الاولى فيه غير باش تزول ديك البسوليه. وغادي نبقى نضرب. عندي هنايا شويه سكر كلاصي، غندير شي 2 معالق ديالها. سكر كلاصي ما لقيناش شي حاجه اللي نعوضوا بها الا بغيتو الكريم من الفوق. ما كاينش حاجه نعوضوا بها. وعندي من غير سكر كلاصي الكوك، حيت الحشوه خصها لابد تجي حلوه. نبقى تنضرب البيض حتى يرجع بحال الثلج، وانا تندير شي معلقه ديال السكر كلاصي سمحوا لنا على الصباح باش نوريكم كي تيجي الصافي. شي شويه وليدات نتوما
تضربوا نتوما بديت السكر كلاصي. دابا غنكمل عاوتاني بالكوك. هذا راه الكوك. المهم حتى يعقد لنا الخليط. اخيرا تديروا هذا الخليط الابيض من الفوق وتتردوه للفرن، تتشعلوا غير من الفوق غير واحد 5 دقائق باش يتحمر هذا الخليط البيض مع الكوك وصافي تكون الكيكه ديالنا واجده. ديك الساعه نزوقوها في الشكل هاي كي تشوفوها. الطاقط ديالنا كتجي على هذا الشكل غزاله رطبه هانتوما كي كتشوفوا، والمنظر ديالها المذاق ديالها رائع. دقتها كتحمق. كنتمنى لكم توجدوها وسهله ماشي شي حاجه صعيبه فيها. وكاين ما كنبغيتوش ديروا الكوك كديروا غير البيض البيض مع سكر كلاصي كطلع اكثر من هكا. داك البيض ديالها كيجي منفوخ بزاف حيت الكوك كيهبطها. مهم وهادشي اللي كاين. انا جيت عند اختي اخرى وجبنا معنا هادشي في يدينا. هاد الخبيزات ديال الخضره زوينين مليويات معمرين بالخضره زوينين كيجيو غزالين تما بالخميره البلديه والرطب فنين. هانت كيجيو زوينين. كنتمنى لكم توجدوهم. راه كاينين في القناه ديال اختي هي حتى هي وجدتهم هاد الصباح. ودي حريشه ديال الشعير ما صورتهاش للاسف. بالحق دابا نصورها لكم. ولقيت اختي الاخرى شاريه لنا الحليب. ان شاء الله غادي نصور لكم كيفاش ديروا الرايب البلدي عادي كيفاش كيريب غير بوحديتو. انا غادي نصور لكم كيفاش باش ما تبقاوش توحلوا صافي. واش نقول لكم هادشي اللي كاين. وشكرا بزاف على التعليق ديالكم. هري خطيكم. تبارك الله عليكم وعطله سعيده للجميع. والله يعاونكم حتى فيديو اخر ان شاء الله.